ام جي قررت تقلب السوق بالعربيه دي، ام جي جي تي. بيعجبني قوي في ام جي انهم لما بينزلوا عربيه بيعرفوا يعملوا هايب وقلبان، مش بتنزل في هدوء كده زي البراندات التانيه. العربيه شكلها شبابي جدا، شبكه عملاقه، كاميرات 360، انوار ام جي اللي اتعودنا عليها، بقيت تشوفها في اي حته تعرف ان دي عربيه ام جي على طول. جانت 17 تو تون، كيلس انتري، وكعاده ام جي ملهاش في الفاميليا، عايز عربيتها كلها منوره كده. بتيجي بدركسيون ام جي القديم الموجود في ال5 وال6 والزد اس، مش بتاع ال7 والاتش اس. عدادات ديش رياضيه جدا، شاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مش وايرلس. الستارت ستوب من هنا، فيها فتحتين يو اس بي وما فيهاش اي فتحات تايب سي. كراسي جلد باللون الاسود مع بعض التطعيمات الحمراء، لكن مش كهرباء ولا السواق كهرباء، بس عندك فتحه سقف. نخش في المهم. بتيجي بموتور 1500 سي سي تربو، بيطلع 170 حصان و275 تورك مع فتيس دول كلاتش 7 سرعات وناس كتير فاكره ان دي بتيجي بنفس موتور المشطشطه ام جي 6، ولكن لا، دي 275 تورك، ال6 250، ودي الفتيس بتاع دول كلاتش ال6 درايف، فدي موتورها احسن مع الاسف. المساحات زي ما انتم شايفين يا دوبك، العربيه تميل للشبابيه مش العائليه. من ورا هي الاي كلاس زي ما قلت لكم قبل كده، وعندك ديفيوزر شكله هجومي جدا، بس الفتحات مش حقيقيه، وشنطه مساحتها فوق 400 لتر. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو التفاصيل. العربيه دي كتجهيزات لا ناقصها كتير، انما كموتور وكشكل لا، توب التوب. فهي عربيه شبابيه بسيطه لذيذه، بس مش ام جي 7 يعني، مش عايزكم بس تافوروا عليها عشان ما تظلموهاش. وكالعاده دايما وابدا، لو عايز العربيه دي او اي عربيه تانيه فهتلاقيها في اكستريم اوتو.